اهلا بكم فيديو جديد. معاكم مارو بعد غياب حوالي 15 يوم. انا كنت تعبان، حاسس او باين ان انا على صوتي ان انا لسه عندي برد، بس دي اواخر البرد خلاص. انا النهارده الحمد لله تمام، مش كان لابس بكم يعني في اواخر التعب حرفيا بعد ما كملنا 10,000 سبسكرايبرز وانا ما نزلتش اي فيديو. فلو لا مش هينفع، أنا لازم ارجع اكمل تنزيل فيديوهات يعني. بس هو المرض هو يعني اللي وقفني. anyway الفيديو دوت انا هتكلم فيه عن ايجار البيوت في امريكا باسعار بكل حاجه، واسعار الشراء والمناطق الغاليه والرخيصه في امريكا ايه، وهجيب لك الخلاصه بدل ما انت عمال تقعد تدور والاسعار واسعار البيوت ايه وتخش على جوجل ولا الكلام ده. انا هجيب لك الخلاصه في الفيديو دوت. المهم متنساش تعمل لايك سبسكرايب واشترك في القناه وتعملي فولو على الانستجرام، ويلا بينا نبدا الفيديو من غير كلام كتير. ركز معايا كده، نبتدي بالجانب الاولاني اللي هو ايه البيوت او الايجار. طيب بص يا معلم، اول ما نتكلم عن الايجار لازم تفهم حاجه كويسه جدا. هو انت كام شخص؟ تمام، سوري الاسره يعني كام شخص؟ تمام، وكام واحد بيشترك في البيت بيدفع مصاريف البيت؟ يعني مثلا يعني الاب والام بيشتغلوا، ولا والاب والاولاد، ولا الاب واب وبناته كده يعني. تمام، فانا هبسط لك الامور خالص عشان ايه يبقى الفيديو ماشي لكل الناس. تمام. هنا هنمسكها مثلا بالمناطق. انا عايش فين؟ انا عايش في كاليفورنيا. فانت لو الفيديو ده لكاليفورنيا اسمع، مش لكاليفورنيا صدقني الفيديو مش هيفيدك. يعني انا بتكلم على الايجار في كاليفورنيا بس، عشان الاسعار في الولايات التانية مختلفه تماما. طيب اول حاجه في كاليفورنيا، هنا عندنا تمام. انا عايش في منطقه يعني سيتي اسمها اورانج كاوني. اورانج كاوني دي اللي هي المقاطعه يعني، ماشي. اورانج كاوني دي جواها ايه؟ زي مدن. انا من ضمن اورانج كاوني دي، تمام. جنبها ال اي كاونتي اللي هي لوس انجلوس. تمام، انا عايش في اورنج كاونتي. تمام، بعد حوالي 40 دقيقه يعني. المهم اقل من 40 دقيقه كمان. المهم اورنج كاونتي دي اللي انا عايش فيها، عايش في مدينه اسمها انهايم. تمام، المدينه اللي اسمها انهايم دي الايجار بيتراوح فيها للاوضه الواحده، يعني شقه وفيها اوضه واحده، حوالي 1900 او 1800 دولار. تمام. ايه اوضتين، لو شقه فيها اوضتين تمام يبقى حوالي 2600 2800 ل 900. الرينج ده الرينج يعني. تمام، على حسب ايه جوده المنطقه، بس ده الرينج يعني، مش هتلاقي اقل من كده مش لاقي اعلى من كده يعني. طبعا ممكن تلاقي حاجات غاليه اكتر من كده بكتير، بس في المناطق الغاليه. انا بكلمك على المنطقه اللي فيها دي. طيب خلينا نقف عند البوينتين دول. تمام، انا البرد مأثر عليا. المهم البوينتين دول تمام، اللي هو ايه، سواء اوضه او اوضتين. تمام، لو انتوا اسره ماشي، يعني مثلا شاب وشابه ومثلا عندهم طفل صغير ولا حاجه، وفي اوضه واحده وصاله، حلو عليكم تمام قوي يعني. انتوا اتنين شغالين، لو انتوا اتنين شغالين هتعيشوا حياه فل صراحه. تمام، بس انا بتكلم لو اسره بقى اللي هي اوضتين، تمام، دي الحياه هتبقى على حسب كام فرد. حسب على كام فرد ازاي يعني؟ مثلا لو الاب مثلا معاه فردين اطفال يعني، او شباب بيشتغلوا، يبقى 3 افراد، تبقى كويسه جدا في المعيشه عشان لسه عندكم يعني حاجات تانية والتزامات تانية. تمام. نخش على جانب تاني اللي هو لو التلات اوض هنا بتعدي بسم الله الرحمن الرحيم ال 3000 دولار. يعني بتبدأ من حوالي 3200 وانت طالع بقى. تمام، يعني من 3200 3400 500 600 وهكذا 3000. ودي الايجارات في ايه انهايم الحته اللي انا عايش فيها. طيب في حاجات ارخص من كده يا عمر؟ في حاجات ارخص من كده، بس ايه، روح على جنب تاني ماشي. مثلا يعني حته زي المنطقه، هي مش عايز اقول حته شعبيه، او بس هي حته وحشه يعني، مش هتعجبوها قوي. عباره عن حته كده منطقه كلها اسمها سانتا انا. تمام، المهم المنطقه حرفيا كلها مكسيكان والعصابات والحاجات دي. اقسم بالله الايجار فيها حوالي 2200 دولار ولا 2300 دولار للشقه اوضتين، والشقه اوضه حوالي 1200 دولار. تمام، هتقول لي ايه ده رخيصه جدا. بس اقسم بالله مش زي ما انت متخيل. يعني حاجه، عارف انت الافلام الهنديه دي، الافلام الامريكيه الهنديه ديت اللي تبقى كلها عصابات، والناس اللي عاملين بناطيلهم كده وراكبين عربيات غريبه وبيمشوا كده وحالقين وحاطين تاتوهات وكده. دي حقيقه بجد، انا ما كنتش مصدق كده، بس انا رحت هناك بالعربيه وشفت المناطق دي عامله ازاي.
حتت ما تعيش فيها اصلا يعني. هم هتقول لي طب في ناس عايشه هناك، ما هم اللي عايشين هناك دول ايه، مكسيكان زيهم يعني. المكسيكان اللي هم اللاتينوز والناس دي هم اللي عايشين هناك عشان هم يعرفوا يتاقلموا مع الناس دي، بيتكلموا نفس اللغه مش عارف ايه كده. زي ما انت مثلا مصري وبتعيش في منطقه شعبيه، بتعرف تتاقلم مع الناس اللي هم بتوع الشوارع اللي مش عايز اقول اساميهم يعني مش عارف ايه، والناس دي تبقى خلاص يعني حبايب وصحاب ومنطقه وجيران وحاجات دي. هم نفس الكلام بالظبط، عندهم نفس العقليه بتاعتنا ونفس الكونسيبت بتاعنا بالظبط. تمام، عشان بس ايه نبقى صريحين مع بعض يعني. هم هنا دي منطقتهم حرفيا، وزي دي اصلا بتلاقي فيها عربي ساكن يعني، هم كلهم مكسيكان في بعض، لاتينوز مع بعض. تمام، انت اصلا ما تهزرش وبايه، عاملين زي جي تي ايه كده، بيلبسوا الوان معينه، ده لو انت مع عصابه كذا، ولو عصابه كذا تلبس الوان معينه. فاهمني الحاجات مش زي ما انتم، مش امان زي ما انتم متخيلين يعني. تمام، فابعد عن المنطقه دي خالص. بس زي دي اسعارهم يعني، عشان برضو ايه ابقى قلت وانا قلت اللي عليا. تمام، عايز تطلع لمناطق غاليه شويه يعني، بس راقيه جدا وانضف انضف 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 يعني، اطلع بقى مثلا ايه على مثلا يعني بومونا، تطلع مثلا على ارفاين، تطلع مثلا على المناطق دي. بصوا يعني في مناطق كده في اورنج كاوني، دايما اعمل سيرش على اورنج كاوني، اي عربي جاي، اي عربي جاي عايز يشترك في كاليفورنيا تحديدا، دور على اورنج كاوني. اورنج كاوني تلات ارباع مناطق حلوه، وكمان معظمهم فيهم عرب، وهتلاقي عرب كتير جدا. المهم ارفاين والحتت دي كلها الصراحة يعني، لو أوضة وصالة يعني، لو أوضة وصالة هتخش لها في حوالي 2000 دولار. تمام، لو أوضتين ماشي وصالة يعني وكده هتخش لها في حوالي 3000 ولا حاجة. تمام، وأنت طالع بقى وأغلى أغلى يعني حرفيا، زود على المنطقة اللي أنا عايش فيها نهايم دي حوالي 600 700 دولار بس على أي حاجة أنت عايزها. تمام، فدي الأسعار إيه بتتراوح هنا عندنا في أورنج كاوني أو في كاليفورنيا. طيب إيه بالنسبة لأسعار البيوت؟ بس اسعار البيوت لو انت جاي تشتري بيوت هنا، نصيحه مني خدها بعد 5 سنين 6 7 سنين يعني. بس دلوقتي خالص، لو انت بتتفرج على الفيديو وانت عايش في امريكا ما تشتريش اصلا بيوت. الانترست ريت عالي، اللي هي الفايده عاليه. تمام، وانت شايف بقى حروب وحاجات واقتصاد في كل الدول ومش عارف ايه وي وي، فحرفيا الحاجه هتاخدها بقيمتها غاليه جدا جدا جدا. كمبيوتر، عربيه، تليفون، اي حاجه دلوقتي كل حاجه لو انت هتاخدها بالقسط الانترست عالي جدا جدا جدا، خصوصا العربيات والبيوت. تمام، العربيات والبيوت غاليه جدا. المهم يعني البيوت هنا حرفيا لو انت عايش في اورنج كاونتي المنطقه اللي انا عايش فيها، بتبدا من 800 الف دولار لو انت طالع. تاني، بتبدأ من 800 ألف دولار وأنت طالع. ال 800 ألف دولار دي بتتقاس عليها اللي هما إيه 2 أوضة أو 3 أوض، هتلاقي كده وهتلاقي كده. بس كام؟ 800 ألف دولار وأنت طالع. لو بتدور على حاجة بقى فوق المليون والكلام دوت، في مناطق أغلى كده. تقول لي إيه ده يا عمر أنت، إحنا مهاجرين 800 ألف دولار إيه ومليون ألف دولار إيه؟ مفيش حد بيدفع 800 ألف دولار دي كده يجيبهم يحطهم على الترابيزة يقول لهم خدهم كاش أو يحولهم لحساب. يا جماعة لا، مش الموضوع بيمشي كده تماما. هي زي العربية، تسمع مبلغ 45 ألف دولار ولا 50 ألف دولار، يا لهوي تجيب الفلوس دي منين يا عم؟ هي كلها اقساط وفي الاخر تدفع مبلغ صغير. ركز معايا، موضوع اقساط البيوت دوت موضوع كبير جدا جدا جدا. انا هخصهولك في كام حاجه. ده مثلا البيت دوت سعره 800 الف دولار، ده مش سعر البيت الاساسي. سعر البيت الاساسي 800 الف دولار ده بعد المورجج وبعد الضرايب وبعد المهم يعني بيحطوا عليه حاجات تانية. تمام، عشان بس اسالك الموضوع، الحاجات التانية ديت تمام على حسب بتحط على حسب الولايه اللي تعيش فيها. في ولايات حط حاجات معينه، وفي حاجات مش حط ايه الحاجات دي يعني. هو عباره عن ماديات، عباره حرفيا ماديات. تمام، الماديات دي تحسب من ولايه لولايه. تمام، بس انا عارف في كاليفورنيا بتحط حاجات كتير جدا 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 جدا. تمام، المهم يعني فيا معلم البيت او 800 الف دولار دوت بعد الضرايب بالمورجج بلا 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 بالتامين مش عارف ايه، ممكن تلاقي البيت كله اصلا من 800 الف وصل لحوالي مليون دولار. ده بقى سعر البيت بعد كل حاجه. تقول لي يا لهوي مليون دولار، تقول ايوه بس اسمع بقى. المليون دولار دي بقى انت بتيجي بتدفع مثلا على 30 40 سنه. تمام، قسط. تمام، ال 30 40 سنه دول مش ما تجيبش بقى الاله وتحسب، ركز معايا عشان هتحسبها غلط. 300 ال 30 ولا ال 30 ولا ال 40 سنه دول بيتقسموا ازاي؟ هقول لك بيتقسموا ازاي. بيتقسموا ازاي؟ انت دلوقتي كشخص تمام، بيتك بمليون دولار، هتدفع مثلا حوالي 4000 ونص 5000 دولار في الشهر. تمام، ركز معايا 4000 او 5000 دولار في الشهر. تمام، ال 5000 دولار في الشهر دول كلهم مش من سعر البيت. دي بقى البوينت اللي بقولك عليها. تقول لي ازاي يعني؟ هقول لك مثلا يعني في منهم 4000 مثلا ولا 3000 ونص بيروحوا في سعر البيت ماشي، والباقي بيروح بقى ايه تامين، مورجج، مش عارف ايه، تصليحات، حاجات زي كده. فتقريبا في الاخر وقف معاك على 5000 دولار في الشهر. تقول لي بس ده غالي قوي 5000 دولار في الشهر. نصيحتي ليك، السبب الوحيد اللي يخليك تشتري بيت او تقسطه يعني، تمام، لو انتوا اسره، تمام، مثلا اب وام بيشتغلوا ومعاكوا ولدين او 3 بيشتغلوا، لو كل واحد فيكم دفع 1000 دولار انت كده 100 100. تقول لي 1000 دولار، اسمعني، ده بيتك ملكك كده كده. لو انتوا اسره وفيكم 5 او 6 افراد، تمام، هتدوروا على ايجار صح؟
هتلاقي الفرق بين الايجار والتمليك 1000 ونص 2000 دولار زياده. تمام، تبقى خلاص ده بدل ما انت بترمي الفلوس دي على الارض، تمام، لا ارميها في بيتك احسن. بعد 20 30 سنه يبقى الاولاد اولادك ولا احفادك ولا ايا كان، يبقى عندك بيت ملك قاعد حر. دي حاجة ليه بقول كده؟ عشان الإيجار البيت بيغلى بعد كل 6 شهور. يعني احنا عندنا كل 6 شهور بتدفع 100 دولار زيادة على سعر البيت، على سعر الإيجار اللي احنا بندفعه. يعني مثلا أنا بدفع 2500 مثلا، تمام، بعد 6 شهور بقى 2600، بعد 6 شهور كمان بقى 2700، وهكذا. كل الأسعار بتغلى. عشان كده ريح دماغك. لو أنت بتكلم دوت في حالة وحيدة بس، الحالة لو أنت عايش مع أسرة وأنت أسرة كبيرة ما شاء الله يعني، تمام، كلكم بتشتغلوا سواء اب وام ومعاكم اولاد، 3 اولاد ولا حاجه ولا 4 اولاد، كلكم بتشتغلوا، فلازم تتجهوا لموضوع شراء البيت. الناس اللي ما بتتجهش دوت اللي هو ايه، اب ومعاه ابن، اب ومعاه بنت او ولدين يعني بيشتغلوا، اللي هم 3 يا دوبك بيدفعوا حاجات معينه، ف يعني هم قدراتهم كده. غير بقى لو ربنا كرمهم بقى بشغل كويس وشهادات وتخرجوا وكده، دي حاجه تانية. انا بتكلم وانت جديد، تمام، وعايز تعمل كده. طيب الداون بيمنت ايه هو؟ الداون بيمنت دوت دي المقدمه بتاعت البيوت. المقدمه بتاعت البيوت دي يا معلم انت بتدفعها، تمام، على حسب ايه انت مقدرتك كام. بس هل ليها ليميت؟ اه طبعا. اقل حاجه 15% من سعر البيت. ده عندنا في كاليفورنيا، انا ما اعرفش ولايات تانية ايه، عشان كده قلت لك في اول الفيديو ده للناس اللي بتتكلم على كاليفورنيا بس. كام مقدمتك؟ كام؟ 15% بس، يعني 15% بس تدفعه، ده اقل حاجه. عايز تزود بقى زود، بس انا بكلمك ان 15% ده الاقل حاجه تدفعها في البيت. المهم بتخش لها في حوالي، يعني هنا بيبقى حوالي 20 30 الف دولار ولا حاجه، تمام. عشان كده دايما بقول ايه، لو انت بتفكر تشتري بيت مش دلوقتي، اقعد كده 7 8 سنين في امريكا، تمام، وتحوش ومش عارف ايه. انت مش انت لوحدك، الاسره كلها، لو كل واحد فيكم حوش له 10 15000، وتيجوا على كام سنه حطيتوا داون بيمنت في بيتك وقاعد حر ملك، ده بيتك. يعني مالكش دعوه بقى البيوت اللي حواليك سعرها غلي، ايجار مش ايجار، انت مالكش دعوه، انت سعر بيتك ثابت بتدفعه نفس القسط، تمام. زي الناس اللي جت مثلا من 20 سنه في امريكا ولا حاجه، تمام، واشترت بيوت، هل الناس دي عايشه دلوقتي في نفس الاسعار ده ولا غلاء الاسعار ده؟ لا. هم مش علاقه البيوت دي غليت بقى والايجار غلي مش عارف ايه في امريكا، لا، هم اشتروا هم البيوت دوت بيقسطوها من 20 سنه، كانوا قسطهم 800 دولار مثلا، خلاص انا بدفع نفس 800 دولار. فانت برضو فكر ان انت بعد 20 سنه الاسعار دي تبقى عامله ازاي، البيوت دي بعد اسعارها هيبقى عامله ازاي. ده اللي انا عايز اقول لك في الفيديو دوت. رب يكون استفدت في الفيديو. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب واشترك في القناه وتعمل لي فولو على الانستجرام لو عندك اي سؤال. وي سي يو جايز نيكست فيديو. سلام.